السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا جماعة، أخباركم إيه؟ نسمع كتير قوي عن البلو أوشن استراتيجي أو استراتيجية المحيط الأزرق، ودي استراتيجية في التسويق. يعني إيه من أبسط الطرق؟ يعني إيه أسهل حاجة تفهمك يعني إيه استراتيجية المحيط الأزرق؟ أنا النهاردة لو هعمل مشروع وليكن محل موبايلات، لو أنا رحت في شارع عبد العزيز أو في منطقتي وفتحت محل موبايلات، المنطقة اللي هي فيها 30 40 واحد بيبيعوا نفس الموبايلات، بينافسوا على السعر، بينافسوا احيانا على فرق في الجوده في التعامل بسيط، لكن في النهايه هم 40 50 واحد بيبيعوا نفس الموبايلات، مش هيبتكروا حاجه يعني. ده عامل زي محيط احمر، كل اسماك القرش فيه بتاكل بعض، لذلك من كتر الدم بقى لونه احمر، المحيط نفسه بقى لونه احمر، لذلك ده بنقوله على المحيط او على السوق اللي كله منافسه شرسه. لما بنقول المحيط الازرق معناها ان لما هاجي افتح مشروع، اطلع لمكان ما فيهوش منافسه او المنافسه تكون قليله جدا جدا جدا. لذلك نقول عليه محيط ازرق. يعني ايه؟ ما تلوثش بدماء المنافسين، ما تلوثش بخناقات المنافسين، ما تلوثش بكتر المنافسه. عامل زي ايه الموضوع ده؟ هو موجود يعني مكان في الدنيا ما فيهوش منافسه؟ ما هو قال لك المحيط الازرق استراتيجيه بتركز على ابتكار القيمه، على الانوفيشن. يعني ايه؟ حاجه بقدمها الناس ما بتقدمهاش، او الناس بتقدمها بس في مكان تاني، لكن المكان اللي انا جاي فيه ده الناس ما بتقدمهاش فيه. زي ايه؟ شركه نوكيا زمان اول ما بدات، هل كان المنافسين بتوعها كتير؟ لا، كانت بتلعب في محيط ازرق. النهارده شركه نوكيا ولا سامسونج ولا ريلمي ولا اوبو، لا ده بقى محيط احمر. محيط احمر، عفوا، محيط احمر مليان بدماء المنافسين كتير جدا. يعني انت هتنافس في وسط مين؟ ده مليون شركه بتقدم موبايلات، مليون شركه بتقدم لابات. زي ايه برضو استراتيجيه المحيط الازرق اللي ممكن تخلقها لنفسك؟ شركه اوبر لما بدات، بعد ما كانش عندنا غير التاكسي الابيض والتاكسي الاصفر والتاكسيات العاديه، هو ده محيط ازرق، ده ابو المحيط الازرق. ليه بقى؟ لان شركه اوبر لما بدات ما كانش في شركه تقف عند بيتك وتفتح الابليكيشن وتختار النقطه اللي انت فيها، وتختار انك انت عايز تروح مثلا فين، وليكن مصر الجديده ولا ميدان روكسي، وتدوس يجي لك سواق وبدون ما يكلمك وشايف انت فين ويجي يقف عندك وتفتح الباب وتركب. ده بلو اوشن استراتيجي، ما بينافسش حد. طبعا النهارده مش بالضروره ان الشركه تفضل في البلو اوشن استراتيجي، يعني اوبر النهارده بلو اوشن استراتيجي، بس النهارده عندها منافسين كتير، عندها ديدي وعندها درايفر وعندها مش عارف شركات كتير كده معرفش اسمها ايه، فمش بالضروره انك تستمر. ولكن لما بتبدا في البلو اوشن استراتيجي انت بتبقى قادر تنافس حتى لما بيبقى ريد اوشن، لما بيبقى محيط احمر انت بتفضل قادر على المنافسه. ليه؟ لان انت بداتها بدري قوي، انت اللي عندك السبق كله، انت اللي عندك سر الخلطه، انت اكتر حد حتى يقدر يكسر في السعر ويكسر في حاجات كتير قوي. طب زي ايه تاني؟ وليكن مثال مبسط برضو على البلو اوشن استراتيجي. شركه ستاربكس لما بتقدم قهوه، هي الفكره اللي بيروح ستاربكس يقعد مش رايح للقهوه بس، شركه ستاربكس لعبت لعبه جميله جدا، هي قدمت لك اكسبيرينس كامله، عملت لك جو قدمت فيه القيمه صح. يعني ايه؟ يعني لو انا على فنجان القهوه، طب ما انا ممكن اشتريه من العربيه اللي واقفه قدام ستاربكس، حتى لو افترضت انه نفس جوده القهوه، ده برضه مش هيحصل، الناس مش تعمل كده. امال الناس حضرتك بتروح ستاربكس ليه؟ لانهم بياخدوا فاليو كامله من المروحه دي. انا بدخل اقعد في مكان بسمع فيه موسيقى هاديه، باخد فيه اتموسفير جميل، قاعد على ترابيزات شكلها شيك، المكان نفسه هادي، باخد خدمه التقديم نفسها بمستوى بروفيشنال. في الاخر كمان بقى انا باخد البن نفسه بجوده عاليه جدا، بس ده مش هو الفيصل. فالناس لما بتروح بتاخد خدمه متميزه جدا، نقدر نقول على ده برضو بلو اوشن استراتيجي. هل النهارده البلو اوشن لازم يستمر بلو اوشن كتير؟ لا طبعا مش لازم على طول. النهارده برضو ستاربكس عندها منافسين كتير، بس برضو يستمروا قليلين بالنسبه للعامه من المحلات. يعني كم محل في مصر بيقدم قهوه؟ مليون محل. طب هو ستاربكس بتنافس كم منهم؟ لا، ما بتنافسش 2 3 منهم. عشان كده بتلعب في بلو اوشن استراتيجي. لو بتعمل مشروع اطلع واخلع من الريد اوشن، اخلع من المحيط الاحمر اللي مليان بدماء المنافسين، اطلع للمحيط الازرق اللي محدش ينافسك فيه، ابتكر القيمه. طب هو انا لازم اخر نقطه لازم ابقى فيه انوفيشن، يعني لازم فكره جديده؟ ممكن فكره جديده وممكن فكره مش جديده، انما ممكن منتج ما بيتباعش في مكان معين انا اروح ابيعه هناك.
يعني افترض ان انا عندي نوع حاجه ساقعه معين بيتباع في القاهره بس ما بيتباعش في اسكندريه، اطلع بيعه في اسكندريه، ده بلو اوشن. طبعا ليه بلو اوشن؟ لانك ما عندكش منافسين هناك. بيعه لحد ما يبقى فيه منافسين كتير جدا، خلاص يبقى ريد اوشن، انقل على منطقه تانية، اطلع بيعه في الوادي الجديد. انما لو عندك فكره جديده تقدر تروح تبيعها في اي حته حتى في القاهره، يا اما فكره جديده يا اما منتج جديد يا اما سوق جديد، المهم ابتكر لنفسك القيمه، اطلع من زحمه المنافسين للمناطق الفاضيه اللي انت تقدر ما يبقاش فيها منافسين. واتمنى اكون وصلت المعلومه بشكل مبسط، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.